التصفيات اه وطلعنا بقى كاس عالم. كاس عالم بس ما فيهاش هزار. بقى انبسط بقى انت بالاكل والحاجات اللي حواليك كده كده حلو، واحده واحده. ازيكم؟ انا اسمي روبان. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. يا جي عامل ايه؟ انا فل يا روبز. اخبارك ايه؟ انت وحشني. بجد وانت كمان. كيري عن من اول الجامعه كده. وقت ما دخلت لا الجامعه، بعد ما اتخرجت من الجامعه. بعد ما اتخرجت، اه بعد ما اتخرجت اشتغلت فين؟ عملت ايه يعني؟ لا حكايه. بعد ما اتخرجت طبعا انا قررت ارجع مصر. هو انت كنت فين؟ كنت في امريكا اوكي. خلاص. وطبعا بقى ايه، صحابي اللي هم اصحاب اخويا اكبر مني شويه بقى اللي راكب بقى بي امات ومش عارف ايه، طب يا جماعه انتوا بتعملوا ايه؟ احنا شغالين في ريل استيت. قلت بس هي دي لعبتي، لعبتي وانا هقنع الناس وبتكلم مش وحش يعني. دخلت اشتغلت 3 شهور، اسوأ 3 شهور في حياتي. ليه بقى؟ مبدئيا عمري ما اتهزقت كده في الدنيا. كمية المرات اللي اتشتمت فيها والتليفون اتقفل في وشي وايه بقى، ومعايا بقى الداتا بتاعت بي ام ومرسيدس وبنوك ومش عارف ايه. اكلم واحد يقوم مشطفني، انت جبت بقى نمرتي ازاي وكده. ويوم بقى لما ايه السنارة غمزت، فكلمت واحد يا حرام غلبان قوي بيقول لي انا اللي محوشه يا دوب هم كام يعني 3 4 مليون وعاوز امن ابني ومش عارف ايه. فكان انترستد يعني. فبقول لمديري، فمديري قال لي هايل. قام بص بقى لواحد معايا في التيم بيقول له كلمه انت بقى، قول له ان انت برضو من شركة بقى تانية خالص بتكلموا عن نفس المشروع. فالراجل يتهوس ويروح يشتري بسرعة، يجي لي يعني ويشتري فنقفل الديل. فطبعا حسيت بننصب على واحد غلبان. فبس ده اليوم النهاية يعني. طيب ماشي، مشيت بقى من ريل ستيت. مشيت بقى، رحت انا خلصت ماركتينج في الجامعة. فابتديت بقى اشتغلت ماركتينج شوية في نادي سماش، لو انت عارفه. وجنبها بقى كنت بمرن تنس. وانت بتلعب تنس طول حياتك؟ كنت انا بلعب تنس وانا عندي 4 سنين. يعني وقفت وانا عندي 23 سنة. خلاص تنس وماركتينج دلوقتي في ساعتها يعني قصدي ساعتها ماركتينج. مم. قعدت قد ايه في الحوار ده؟ قعدت 4 سنين، لا 3 سنين سوري. 3 سنين ماركتينج. كنت مبسوط؟ بس برضو ما كنتش اللي هو متحمس قوي على الشغل. امم فقررت بقى ساعتها ان انا ابتدي اخد شوية كورسز في الفتنس عشان يساعدني في الكوتشنج بتاع التنس. ما كنتش لسه عايز اشيفت كارير خالص. وبعد كده كورس في التاني في التالت ابتديت ابقى انترستد قوي. لقيت انه في جاب كبيرة قوي هنا في مصر في الحتة دي في الفتنس بتاع التنس. بس فقررت ان انا بقى شيفت خالص. تركز في الحته دي. وركزت بقى في الحتة دي، سبت بقى كل حاجة مرة واحدة. انا كنت في الماركتينج وبمرن تنس. جالي opportunity في موضوع الفتنس بتاع التنس ده، وقلت انا فقمت اركز. سبت بقى اول ما جالك الاوبورتونيتي. بالظبط. اوكي بس ماشي. في بقى ايه دلوقتي فقره في حياتك عن البادل؟ وانا في الجامعة كنت في امريكا، لما كنت برجع في الصيف والكريسماس وكده كنا بنروح نلعب كده شلة احنا 8. نروح نلعب في 2000 اخر 2015 اول 2016 ساعتها كده. ما كانش فيه بادل في مصر اصلا. ما كانش حد ولا احنا كنا عارفين احنا بنعمل ايه. احنا كنا بنروح الجمعة قبل الصلاة اوكي. كأنك بتلعب راكت على البحر. وعمال بقى بتلوش وخلاص. وهي يعني زي ما الناس كتير قوي واخداها دلوقتي هي يعني ريكرييشنال سبورت. فاحنا كنا واخدينها ان هي حاجة لذيذة احنا بنعملها مع بعض. فكنا بنلعب كده واحدة واحدة. وبعد كده بقى الدنيا تطورت واتنين من صحابنا ابتدوا يعملوا، فتحوا شركة بيعملوا ملاعب وبيفتحوا لوكيشنز. فابتدينا نروح نلعب، ابتدوا يعملوا بطولات. فابتدينا نهرج كده شوية على خفيف يعني. بس وبعد كده بقى من سنة بالظبط، يعني السنة اللي فاتت زي دلوقتي جالنا كده اللي هو ايه، احنا هنروح نصفي تصفيات كاس العالم. فاحنا طبعا طلعنا روحنا ساعتها دبي. طبعا خدنا على قفانا. اتبهدلنا يعني، ولا بقى مركزين ولا بنتمرن ولا فاهمين اصلا اللعبة قوي وكده. اوكي. وطبعا بقى بره الامارات وقطر وكده ده ينفست كتير قوي في المدربين وفي الوقت والتمرين. فطبعا رحنا بعد كده بقى شهر 3 اللي فات السنة دي. الاتحاد بتاع مصر اشهر في جوه مصر. يعني الوزارة
ادت الابروفل ان يبقى فيه اتحاد مصري للبادل. بقت رياضه، بقت خلاص اوفيشلي رياضه وليها ملف بقى في الوزاره وكل الكلام الطبيعي. بس فجالنا برضو ان احنا هنخش التصفيات. التصفيات دي بتبقى اسيا وافريقيا، وجالنا ان احنا هنستضيفها هنا في مصر. بعد كده بقى الاتحاد جاب لنا مدرب ارجنتيني جامد قوي، وابتدينا نتمرن وابتدينا ننفست وقت ونبتدي نفهم اكتر اللعبة ونلعب اكتر، فتحسنا قوي بصراحة. وبس الحمد لله بقى. هو التصفيات دي انت بتاخد بلد واحدة من أوكي. اسيا وافريقيا، ده اخرك. بلد واحدة؟ بلد واحدة. اوكي. واحنا اتأهلنا ولا لسه؟ اتأهلنا. فاحنا كسبناها الحمد لله، كسبنا التصفيات وطلعنا بقى كاس عالم. كاس عالم بس ما فيهاش هزار. بقى انبسط بقى انت بالاكل والحاجات اللي حواليك كده كده حلو، واحده واحده. بس والبادل، طب يعني معلش عشان لو حد مش عارف لعبه البادل اشرحها بمنتهى البساطه كده. بص، هو ملعب شبه التنس شويه. اوكي. هي بتتلعب دبلز، مفيش يعني 2 ضد 2، مفيش واحد، مفيش سنجلز خالص، مفيش واحد ضد واحد. وهي ميكس ما بين سكواش وتنس، ونفس السكورينج سيستم بتاع التنس لو حد عارفه يعني. بس هي فعلا رياضة لذيذة قوي، لانه مبدئيا الناس بتروح تنبسط مع بعض. فانت بدل ما تروح تخرج في كافيه ولا تعمل حاجة، انت بالعكس بتعمل انت واصحابك حاجة كويسة. وحلو قوي برضو للكبار ان مفيش ايج ليميت خالص. انت ممكن تلاقي ناس عندهم في الستينات وبيلعبوا مع بعض زي التنس يعني. بس كمان اسهل فيزيكلي، لان الملعب اصغر واقف جنبك حد، فانت مش بتتحرك قوي لو انت كبير في السن. فهي لذيذة ان انت تلاقي دايما الناس مبسوطة وهي بتلعب، مش ان انا ما بقتش قادر اروح، ما بقتش قادر، مكسل اتحرك. فدي لذاذتها بصراحة. دلوقتي لو واحد بيشتغل في الماركتينج او بيشتغل في اي مجال وبيحب الرياضة وعايز ده يبقى اكل عيشه، يعمل ايه؟ بص، في كذا اتجاه. لان لو انت عاوز تبقى في السبورتس مانجمنت مثلا، لا، في دلوقتي شركات مش بطالة خالص ان انت بتروح بتمانج اثليتس وتبتدي بقى تمسك السوشيال ميديا والسبونسرشيب ديلز بتاعتهم وكذا حاجة من انت بتتكلم في رياضة معينة ولا عامة؟ لا، دي عامة. لو انت عاوز تاخد الرياضة في الحتة let's say في المانجمنت، في الإدارية اكتر، مش ان انت تبقى بتكوتش. ولو الشخص بقى عاوز يبتدي كوتش، انا يعني my recommendation ان انت تبتدي تاخد كورسز، تبتدي. مش شرط يعني لو رجع بيا الزمن مش شرط ان انا اكون قلبت 100% زي ما انا عملت. ممكن ابتدي بارت تايم، ابقى شغال الصبح ام ستيبل في انكم بيخش لي ستيبل، وبعد الظهر ممكن اروح اشوف. يمكن كانت تبقى حاجة كده طلعت وهتموت، فاهم؟ جوايا مش شرط. بس انا الحمد لله دي ما حصلتش. كملت معاك الحمد لله. كملت معاك. طب وهتكمل معاك لغايه امتى يعني؟ عايز تعمل ايه؟ لا خلاص بقى مكمله بقى. يعني انت دلوقتي بتروح كاس العالم. حلو. ايه الستاب اللي بعد كده؟ انت تكسب كاس العالم مثلا اكيد يعني. بص، انا نفسي ليا انا بيرسونال يعني نفسي العب اولمبيكس. البادل لسه مش في الاولمبيكس. اوكي. I'm hoping انه في كلام بيتقال انه ممكن يخش. ده this is my يعني dream ان انا العب اولمبيكس. طبعا دي محتاجه سنين يعني، محتاجه طبعا. وقت ومجهود وسنين. فده عشان اول ما يكون في اولمبيكس هتلاقي ناس اصلا في كل حته في العالم بيلعبوا حلوين قوي. عملوا مصنع بيطلع لعيبه بادل صغيره بتلعب لوحدها. الصين واليابان في 200,000 واحد جاي يلعب معاك، فاهم؟ بس طب انت دلوقتي بتشتغل فين يعني؟ بتعمل ايه؟ انا ريسنتلي جالي شغل مع الاتحاد المصري للتنس. لان في ناس كتير قوي كل ما اقول لهم اتحاد يفتكروني بادل. لا، انا مع الاتحاد المصري للتنس. اوكي. بمرن فتنس للمنتخبات كلها. هما الاتحاد عمل سنتر وانا الهيد كوتش بتاع الفتنس فيه. حلوه دي. لذيذه. فن قوي، وفيها سفر مع اللعيبه وانا بحب قوي اسافر مع اللعيبه. بتسافر فيرست كلاس بقى وكده ولا عادي؟ لا ورا، بقعد ورا. بس لا بس قصدي بيبقى فيها سفريات، وانا فاهم بحب قوي اللعيبه وبحب قوي ابقى قريب منهم ومرنهم واعرف مشاكلهم. يعني بحب انا الموضوع ده. فبصراحه شغل حلو قوي ومبسوط فيه جدا يعني. دلوقتي برضو انا on a personal level بحاول
اريتش اوت لسبونسرز لو تقدر تساعدني، فاقدر مثلا اقلل ساعات شغلي فاقدر اتمرن اكتر كده. بس بحاول اتليست فور ناو ان انا اعمل اللي عليا، ان انا افضل اتمرن كتير. لا انت بعد الحلقه دي سبونسرز بقى انسى. انا واخد بالي خدت بالي من البيج والفيوز بتاعتها وكده. حاسس انت عارف عندي كام سبسكرايبر يا ابني؟ انا لسه عامل لك قبل الحلقه حالا زود واحد بقى. بس لا يعني بحاول اعمل اللي عليا بجد، وبحاول انه اي تورنمنت موجوده هنا في مصر اذا كانت لوكال او انترناشونال ان انا احاول العبها وزي ما تيجي بقى. ثانك يو ان انت جيت النهارده. بشجعك على البودكاست دي لذيذه قوي keep it up. ثانك يو يا روبز. اشكرك. انت يور افري وير فعلا. حاسب المايك ده لو ما تلمش المايك. حاسب ده عليه صوت. ها ايوه